مساء الخير يا شباب. خبر مفرح جدا أعلنت عنه سويسرا. الخبر ده عن إلغاء شرط معادلة الشهادة الدراسية الأجنبية اللي انت حصلت عليها من خارج سويسرا لو انت حابب تتدرب وتشتغل في التكوين المهني في سويسرا. زي ما انتوا عارفين ان انت لو عايز تعمل تدريب مهني سواء في ألمانيا أو في سويسرا لازم الأول يعترفوا بشهادتك الدراسية. موقع الاعتراف بتاع الشهادات الدراسية في ألمانيا كان اسمه أنابن ده عشان يعترفوا بشهادتك الدراسية لو انت عايز سواء تدرس او تشتغل او تعمل تكوين مهني تدريب مهني في ألمانيا. ده الموقع بتاع ألمانيا. انما سويسرا كان ليهم موقع تاني اسمه ريكوجنيشن سويس. ده الموقع الرسمي لمعادلة الشهادات الدراسية الأجنبية اللي انت حصلت عليها من خارج سويسرا. والقرار الجديد ده هيوفر عليك فلوس كتيرة جدا وإجراءات طويلة جدا كنت لازم تعملها عشان يحصل اعتراف بمؤهلك الدراسي اللي انت حصلت عليه من بلدك أو بلد إقامتك. دلوقتي انت تقدر تعمل تدريب مهني في سويسرا من غير شرط المعادلة، من غير ما تعمل معادلة أو اعتراف بمؤهلك الدراسي اللي انت حصلت عليه من بلدك أو بلد إقامتك. طيب واحد يقول لي أنا مش فاهم يا أحمد يعني إيه تدريب مهني في سويسرا أصلا؟ ممكن تشرح لي سريعا كده يعني ايه اصلا تدريب مهني او تكوين مهني في سويسرا؟ الدول المحترمة زي سويسرا قبل ما تشغل اي حد في اي مجال لازم تتأكد الاول ان الشخص ده معاه شهادة دراسية ورخصة مزاولة المهنة في الشغلانة اللي هو هيشتغلها في سويسرا. يعني انت مثلا عايز تشتغل مهندس في سويسرا لازم ساعتها يكون معاك شهادة هندسية ورخصة مزاولة مهنة هندسية. انت مثلا عايز تشتغل ممرض في سويسرا فلازم ساعتها يكون معاك شهادة تمريض ورخصة مزاولة مهنة طبية. عايز مثلا تشتغل حانوتي في سويسرا فلازم برضو يكون معاك شهادة دراسية في دفن الموتى ورخصة مزاولة المهنة الحانوتية، وهكذا وهكذا وهكذا. البلاد المحترمة زي سويسرا ما بيشغلوش حد إلا لو حد معاه شهادة ومعاه رخصة. طيب وانت هتجيب الشهادة والرخصة دول منين؟ ببساطة هتقدم بقى على التدريب المهني عشان تعرف تجيب الشهادة والرخصة. هو ده مفهوم التدريب المهني ببساطة شديدة جدا. يعني انت هتسافر سويسرا عشان تتعلم مهنة معينة وتدرسها، وفي نفس الوقت اللي انت بتتعلم فيه المهنة دي هتكون بتشتغل في نفس المهنة وبتقبض مرتب وانت بتتعلم. يعني انت هتكون بتشتغل وبتقبض مرتب شهري في نفس الوقت اللي انت بتتعلم فيه المهنة دي. وطبعا بعد ما بتخلص تدريب بتعرف بقى تشتغل مباشرة في سويسرا في نفس مجال التدريب اللي انت اتدربت فيه، لانه هيكون معاك بقى رخصة مزاولة المهنة السويسرية خلاص. التدريب المهني في سويسرا ده بيكون 5 ايام في الاسبوع، يومين نظري و3 ايام عملي. يومين نظري و3 ايام عملي زي ما مكتوب قدامك على الشاشة. يعني انت هتدرس يومين فقط في الاسبوع، هتروح مدرسة نظري تدرس فيها المهنة اللي انت اخترتها، وباقي ال3 ايام هيكون عملي، يعني هتكون بتشتغل في مكان وبتقبض مرتب عادي جدا. طيب واحد يقول لي هو التدريب المهني ده مدته قد ايه؟ الإجابة زي ما مكتوب قدامك على الشاشة إن مدة التدريب المهني في سويسرا بتكون أقل حاجة 2 كاملين. 2 كاملين أقل حاجة، وبتوصل ل3 و4 سنين حسب المهنة اللي انت هتتدرب فيها، لأن المدة بتختلف حسب المهنة. يعني مثلا انت هتعمل تدريب مهني في التمريض فده بياخد حوالي 4 سنين تدريب، لكن مثلا هتعمل تدريب مهني في السباكة فده بياخد فقط 2 وهكذا وهكذا. أقل حاجة 2 وبتوصل ل3 و4 سنين. طيب واحد بقى يقول لي انت بتقول يا احمد اني هقبض مرتب اثناء التدريب، ممكن بقى يا احمد تقول لي هقبض كام بالظبط اثناء التدريب؟ وهل المرتب اللي انا هقبضه ده هيكفي مصاريف المعيشة بتاعتي هناك؟ الإجابة زي ما مكتوب قدامك على الشاشة متوسط سعر الساعة اللي هتقبضها في التدريب المهني في سويسرا 29 فرنك سويسري في الساعة. يعني في السنة الكاملة هتقبض متوسط 57,000 فرنك سويسري في السنة. مرتب ضخم جدا، وده طبعا هيكفي معيشتك في سويسرا. وعشان كده كل الناس اللي عايشين في سويسرا بدل ما بيدخلوا الجامعات بيعملوا اوسبيلدونج تدريب مهني افضل عشان مرتباته عالية وبتقبض وانت بتدرس، يعني كأنك بتدرس وتتدرب مجانا وكمان
ضامن شغل أثناء وبعد التدريب. الموضوع ده مشهور جدا جدا في سويسرا، لدرجة ان موقع اخبار سويسرا الرسمي زي ما موجود قدامك على الشاشة عمل تقرير كامل عن الاوس بيلدونج في سويسرا، وقال ان ده نموذج يحتذي به العالم من كتر ما الطريقة دي ناجحة جدا جدا في سويسرا وكل الناس بتقدم عليها. وكمان في المقال، داخل المقال، قايلين ان في شخصيات مشهورة جدا في سويسرا بدأوا حياتهم بالتدريب المهني وليس التعليم الجامعي، زي مثلا المسؤول التنفيذي لأكبر بنك في سويسرا كان بيعمل تدريب مهني، زي كمان 2 من وزراء الحكومة الحالية في سويسرا، وزير الاقتصاد ووزير الزراعة، كلهم كانوا خريجين تدريب مهني وليس تعليم جامعي. الموضوع قدامك بالدليل، مشهور جدا اهو. في اكتر من 300 مجال انت ممكن تعمل فيهم تدريب مهني في اي حاجة حرفيا، سواء بقى مهن طبية، مهن هندسية، مهن تكنولوجية، مهن حرفية. وانا عموما هسيب لكم في الكومنت المثبت اسفل الفيديو او الكومنت تحت الفيديو اللينك اللي مشروح فيه كل مجالات التدريب المهني في سويسرا اللي ممكن تدخل عليها عشان تعرف اكتر المجالات المتاحة واللي تناسبك. طيب واحد يقول لي نفترض يا احمد اني سافرت سويسرا على اساس التدريب المهني، ينفع اخد زوجتي واولادي معايا؟ وهل ينفع زوجتي تشتغل؟ الاجابة ايوه ينفع. ينفع تاخد زوجتك واولادك معاك، انت بتكون متقدم رئيسي وهم مرافقين ليك وبتسافروا كلكم سوا عادي جدا. زوجتك بيطلع لها تصريح عمل مفتوح وتقدر تشتغل في اي مكان في سويسرا بشرط انها تحقق شروط المهنة اللي هي هتقدم عليها. اولادك بقى بيدخلوا المدارس مجانا لو هم اقل من 18 سنة فقط. طيب واحد يقول لي ينفع اخد الفيزا دي يا احمد واسافر واول لما اوصل سويسرا اقدم لجوء؟ الاجابة هو نظريا ينفع تقدم لجوء في سويسرا بعد الوصول عادي جدا، انما بقى عمليا سويسرا عشان تقبلك كلاجئ لازم يكون في سبب قوي جدا للجوء ويكون معاك ادلة واثباتات قوية عشان تقبلك، فخلي بالك من النقطة دي. طيب واحد يقول لي هو انا لازم اقدم على التدريب المهني ده من خارج سويسرا؟ ما ينفعش مثلا يكون معايا فيزا شنجن واسافر سويسرا بيها واقدم من هناك؟ الاجابة زي ما موجود قدامك على الشاشة، الطريقتين ينفعوا. يعني ينفع تقدم وانت عايش خارج سويسرا وانت عايش خارج الاتحاد الاوروبي كله، وينفع كمان انك تكون داخل سويسرا بفيزا شنجن وتحول الفيزا بتاعتك لتدريب مهني. ودي نقطة مهمة جدا جدا، لان في ناس كتيرة معاهم فيزا شنجن للسياحة ومش عارفين يستفيدوا بيها، مش عارفين يحولوها لإقامة داخل الشنجن. سويسرا بقى بتقدم لك فرصة ذهبية انك ينفع تحول فيزة السياحة للشنجن اللي معاك دي لتدريب مهني وانت موجود داخل سويسرا زي ما موجود قدامك على الشاشة. طيب واحد يقول لي انا هقدم يا احمد خلاص على التدريب المهني بتاع سويسرا ده من خارج اوروبا خالص، ايه بقى الشروط والاوراق المطلوبة مني عشان اعرف اقدم على التدريب المهني بتاع سويسرا ده؟ ركز بقى معايا كويس قوي. اول شرط واول حاجة هتكون مطلوبة منك وهي سيرة ذاتية ليك، CV. يعني هتعمل سيرة ذاتية وتكتب فيها كل حاجة عنك. السيرة الذاتية دي ممكن تعملها بالانجليزي او بالالماني او بالفرنساوي، وعموما انا هسيب لكم في الكومنت المثبت اسفل الفيديو نموذج كامل للسيرة الذاتية باللغة الالمانية عشان تستفيد من النموذج ده وتعمل واحد زيه. تالت حاجة مطلوبة منك وهي كفر ليتر، خطاب توضيحي توضح فيه ليه انت عايز تعمل تدريب مهني في سويسرا، ازاي التدريب المهني ده هيفيدك في حياتك، ليه اخترت سويسرا بالذات عشان تعمل فيها تدريب مهني، وهكذا وهكذا وهكذا. ولو انت عندك اي شهادات خبرة في المجال اللي انت عايز تعمل فيه تدريب مهني ممكن ترفقها مع الكفر ليتر، بس طبعا شهادات الخبرة دي اختيارية وليست اجبارية، دي مجرد بس حاجة اضافية تقوي الملف بتاعك وليست الزامية. تعمل ايه بعد كده؟ هتدخل على مواقع التدريب المهني في سويسرا وتراسل مؤسسات التدريب المهني دول في سويسرا، تبعت ليهم الورق بتاعك ده عشان تجيب منهم عقد تدريب مهني تقدمه للسفارة عشان تسافر. يعني انت هتجمع الورق المطلوب منك ده وبعدين تدخل على مواقع التدريب المهني السويسرية وتبعت ليهم ورقك ده، تقدم على فرص التدريب المهني المتاحة،
تجيب منهم قبول او عقد انهم موافقين انك تعمل تدريب مهني عندهم. القبول ده او العقد ده اللي انت هتجيبه من مواقع التدريب المهنية في سويسرا هتقدمه لسفارة سويسرا في بلدك او بلد اقامتك عشان تاخد بقى فيزة التدريب المهني من السفارة وتسافر بيها.